هاي جايز، اهلا بكم على قناه سامر تايم. النهارده حابه اعمل لكم فيديو سريع بما اني هعمل جبنه، فحابه اقول لكم طريقه الجبنه انا بعملها ازاي في البيت، لان انا هنا عايشه يعني في امريكا. صعب شويه ان احنا نلاقي جبنه اللي احنا بناكلها في مصر، زي الجبنه الاسطنبولي او الجبنه اللي هي الكريم. بس تكون جودتها كويسه. هنا هو الحاجات انا بصراحه ما بستريح لهاش، لان ما بعرفش بتبقى مكونه من ايه. فاتعلمت ان انا اعمل جبنه في البيت، وجبت الوصفه ديت من عن يعني فيديو من على الانترنت، وهي المفروض بيسموها اللبنه اللبناني اللي هي بتتعمل من الزبادي، وطلعت ناجحه معايا وطعمها يعني حلو جدا، بتبقى مديه على طعم الجبنه القريش، ولو زودت لها ملح ممكن تدي جبنه اسطنبولي. حابه اشارك بيها معاكم انها هتبقى حاجه كويسه للناس اللي بتعمل دايت. يعني كميه الفاتس اللي فيها والسكر مش زي الجبنه العاديه اللي احنا بنجيبها من بره، وكمان كميه البروتين اللي فيها كتيره جدا. من الناس اللي بتعمل دايت وبتبقى يعني عايزه تاكل بروتين كتير، برضو الوصفه دي كويسه جدا ليهم، وبتبقى سناك حلوه للاطفال لو رايحين المدرسه. بتبقى حاجه هيلثي احسن من الجبنه اللي هي الكريم اللي بنجيبها من بره، ما بنبقاش عارفين جواها ايه، دهون، بواقي جبن، بواقي البان، مش عارفين اصلا اذا كان فيها البان ولا لا. في كمان ناس بتقول بيبقى فيها نشا وبطاطس ويعني افلام كتيره كده. بس احنا نبعد عن الكلام ده كله ونعمل الجبنه بتاعتنا في البيت طريقه سهله صحيه، عارفين مكوناتها ايه، وكمان انا متهيألي ارخص. اول حاجه المكونات اللي احنا هنحتاجها بسيطه جدا. اول حاجه زبادي، بستعمل زبادي زي ما قلت ما فيهوش اي فات، زيرو فات، مكتوب عليه هنا اهوت زيرو فات. اي زبادي يعني الكواليتي بتاعته عارفين انها كويسه نستعمله. دون زي ما قلت فيه كميه سكر قليله، فيه 23 جرام بروتين، ودي كميه يعني كبيره. ما بنجيبش اي حاجه فيها فليفرز، يعني حاجه اللي هي بطعم الفراوله وبطعم الخوخ والحاجات دي، لا، بنستعمل اللي هو البلين العادي. الحاجه التانية هنحتاج الشاش اللي هو بتاع بيقولوا عليه التشيز كلوث، او القماش بتاع الجبنه، اللي هو بيبقى حاجه عامله زي الشاش كده، موجود في المحلات، هتلاقوه رخيص مش غالي. واذا ما فيش اي قطعه قماش قطن ممكن توفي بالغرض، بس احسن ان احنا نجيب اللي هو الشاش ده. وده يعني انا بجيبه وبستعمله وبغسله وبستعمله تاني، مش بيترمي ولا حاجه. هنحتاج مصفى، اي مصفى عندك عاديه، وهنحتاج ملح اللي هو سي سولت، ملح اللي هو الملح البحر اللي هو بيبقى يعني خشن شويه، الجرينز بتاعته بتبقى كبيره زي كده زي ما انتم شايفينها، بس لو ما عندكيش ممكن تستعملي الملح العادي. نحتاج كمان معلقه، وكمان هنحتاج حاجه يعني زي بوله او طبق بس يكون غويط، علشان ده اللي هنصفي فيه الجبنه، لان هنحط المصفى كده اهو، فعايزين يبقى فيه مساحه هنا اهو. وكمان نتاكد ان البوله ديت حجمها هيدخل في التلاجة او يبقى ليها مكان في التلاجة، علشان ده اللي هنعمله بعد كده اهو. هجيب البوله بتاعتي هنا اهوت، وهجيب المصفايه بتاعتي هنا اهوت كده، وقماش الجبنه بتاعتي احطه كده، وبعدين هدلق كل الزبادي دوت هنا اهوت في المصفى. انا حطيت هنا اهوت خلاص الزبادي كله هنا اهو، وهرش بس شويه ملح، حاجه بسيطه جدا، ممكن ما تحطيش ملح خالص لو مش عايزه. الملح دور ان هو هيخلي الزبادي يعني يبك الميه بتاعته، وبالتالي يتحول لجبنه، فعشان كده احنا مش بنحطه لطعم ولا اي حاجه. انت بقى لو حابه الجبنه بتاعتك تبقى حادقه او عايزاها تبقى زي الجبنه الاسطنبولي الحدوقيه بتاعتها عاليه، ممكن تزودي بقى ملح. بس كده اهو زي ما انتم شايفين حطيت زبادي وملح، مفيش حاجه تانية. هبدا بقى اغطيها كده اهوت بالشاش دوت. ممكن تربطي الشاش دوت كده اهوت وتعصريها زي ما انتم شايفين الميه بتنزل قد ايه. كل الميه دي احنا مش عايزينها عشان تتحول جبنه، ففي ناس بتعملها كده وتروح معلقاها في التلاجة كده اهو، فتقعد تصفي الميه بتاعتها. انا ما عنديش مساحه في التلاجة ان انا اعمل الموضوع دوت، فبس بحطها اللي هي الصفايه ديت، وبسيبها هي بتقعد تبك في ميه بس. والميه اللي بتنزل دي يا جماعه برضو مفيده، مش بنرميها. لو انت متعوده انك تعملي عيش بتستعمليها للعجين للعيش، اللي هي بتطلع معانا بعد كده الساور دو اللي بيقولوا عليها ساور دو، بتتعمل من ميه الزبادي. ممكن تعملي منها ماسك، يعني نخلطها مع حاجات تانية ونعمل بيها ماسك. اللي انا بعمله بعد كده بحطها في التلاجة زي ما هي كده لمده على الاقل 5 ايام، وبعدين تبداي تتعاملي معاها على انها جبنه، حسب بقى انت بتحبي ايه. لو انت بتحبيها جبنه اللي هي زي سبريد كده،
زي بيقولوا عليها ايه، الجبنه اللي هي الكريمه، هتبقى طريه وبتتفرد معاكي ناعمه كده. لو انت حباها تبقى جامده شويه زي الجبنه القريش بتسيبيها ممكن 7 ايام. لو انت حباها زي الجبنه الاسطنبولي بتبقى جامده قوي، دي بتسيبيها مثلا 9 ايام ولا حاجه. كل يوم اهم حاجه انك تفضي الميه اللي تحت وترجعيها تاني التلاجة، وممكن تفتحي عليها تقلبيها شويه، تزودي لها ممكن شويه ملح حسب ما انت عايزه. عملتها قبل كده وعندي صور، هحط لكم الصور في اخر الفيديو عشان تشوفوا شكلها النهائي بيبقى عامل ازاي بعد ما يعني بعد 5 أو 6 ايام. بكورها كده في ايدي، بعملها زي كور صغننه وبحطها في علبه وبحط عليها زيت زيتون وبسيبها في التلاجة. بتقعد بقى مثلا اسبوع ولا حاجه، ما فيهاش اي مشكله، باكل منها كل يوم. لو مش حابه تحطيها في زيت زيتون ممكن تحطيها في علبه. انا ممكن اسيب العلبه بتاعه الزبادي دي عشان بعد ما تبقى جبنه ارجعها تاني هنا وتبقى دي علبه الجبنه بتاعتي. ولما باجي اكلها بفردها على توست وبحط عليها مثلا زعتر وزيت زيتون وشويه فلفل حامي. ممكن باكلها حادق او حلو، فانا لما بحب اكلها حلو بحطها على قطعه توست زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بحط عليها الجبنه وبحط قطع مثلا موز وبحط قرفه وبرش شويه عسل، فبتبقى طعمها حلو جدا. لان انا لما بعملها ما بعملهاش حادقه قوي، فبتمشي حلوه او حادق. انتوا مش متخيلين بتبقى طعمها حلو جدا وصحيه قد ايه، وبتبقى خفيفه كمان. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم، وقولوا لي تعليقاتكم لو حد جربها قبل كده، ولو حد جربها وعملها قولوا لي رايكم فيها ايه. واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.